اليوم نحن كمؤتمر ستار نبارك مؤتمر ستار على جميع نساء العالم وبنهدي للقائد آبو بسجن أمرلي. مؤتمر ستار بداية كان عدد قليل من النساء. اليوم عم نشوف أعداد كبيرة وضخمة من التفاف نساء جميع المكونات حول فكر وفلسفة الأمة الديمقراطية. اليوم نحن ضمن مناطقنا بطبيعة الظروف اللي عم نعيشها كمناطق معرضة دائما للتهديد وللقصف. حسب الإمكانيات بنشتغل هني. يعني الأمور اللي بنشتغل فيها، الفعاليات اللي نقوم فيها مثلا تدريبات خاصة بالمرأة، تدريبات فكرية توعوية، الهدف منها توعية المرأة، معرفة المرأة عن حقيقتها عن جوهرها. لأني ضمن يعني الآلاف السنين اللي مضت تم سلب أو سرقة المكتشفات بشخصية المرأة عن طريق الذهنية الموجودة، سواء ذهنية المجتمع أو ذهنية الرجل أو الأنظمة الموجودة ضمن يعني العهود السابقة. على هذا الأساس نشتغل ضمن فعاليات 8 آذار، فعاليات الخاصة بالمرأة، أنظمة، فعاليات، ورشات عمل الحد من الوضع الاقتصادي ضمن مناطقنا، لأن الوضع الاقتصادي كمان ضمن سوريا كافة وضع اقتصادي سيء، وضمن مناطق الحصار بيكون أسوأ يعني أكثر من باقي المناطق. على هذا الأساس فعالياتنا ضمن هذيك المناطق يعني فعاليات كبيرة، في فعاليات عامة، في فعاليات خاصة. كمان بالفترة الأخيرة صار تدريبات فكرية خاصة بالرجل، لأني قد ما عم نحسن عم نحاول نعطي تدريبات فكرية لكن العذر الموجود بشخصية الرجل. على هذا الأساس عم يتم افتتاح تدريبات فكرية خاصة بالرجل لتوعية الرجل أكثر عن حقيقة المرأة، عن جوهر المرأة. على هذا الأساس عم نقوم بهي الفعاليات. كمان في فعاليات خاصة بالأطفال، لأن في كثير عنا أطفال ضمن هذيك المناطق تهجرت، نسحت من هذيك المناطق، صاروا يتامى، صاروا يعني. على هذا الأساس نحن عم نحاول قدر الإمكان كمان عم نكون موجودين ضمن فعاليات خاصة فيهم، عم نشتغل على هاي المواضيع ذاتي. هذا اليوم يعني يوم يعني المؤتمر هو يوم تأسيس مؤتمر ستار. يعني اليوم ما بعرف معنويات عالية، يعني بتشوف الأعداد الكبيرة والضخمة من جميع المكونات، يعني بتحس إني يعني نحن خيطين خطوات، لكن مو الخطوات اللي طالبينها منا. يعني لا زال في بعض التقصيرات، في بعض النواقص، لكن هي النواقص وهي التقصيرات يعني من مخرجات هي الاجتماع، من آراء الرفيقات، من مقترحات المرأة الموجودة ضمن هذا المجتمع. أكيد رح نشتغل بإصرار أكثر، بنضال أكثر، بمقاومة أكثر، ضمن مو بس مناطق روجافا، ضمن مناطق روجهارات، ضمن مناطق باشور. على هذا الأساس يعني متمنين يعني ضمن 2023 هو حرية المرأة وحرية القائد بنفس الوقت.